السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا هالة ودي قناتي اسمها هلوت. زي ما احنا عارفين الفلفل الالوان غالي، الزيتون غالي، الطماطم غالية، الفلفل الاخضر غالي، اللحمة المفرومة غالية، التونة اغلى حاجة في العالم الجبن بتاعة البيتزا غالية اوي، كل حاجة غالية نار غالية نار، كل حاجة حتى الدقيق غالي اوي. فطبعا نعمل ايه؟ يعني اوقات بيبقى نفسنا ان احنا ناكل بيتزا، الاطفال بيحبوا البيتزا قوي، اوقات احنا الكبار فعلا يعني بيبقى نفسنا فيها، مش هنعملها؟ لا، هنعملها من وقت للتاني كده، لان احنا عارفين ان هي دلوقتي محتاجه قرض علشان نعملها، يعني والله بجد يعني يا ربنا يعيننا ويقوينا على اللي احنا فيه. بس غصبا عننا اوقات بيبقى نفسنا فيها قوي، فبنبقى عايزين نعملها بطريقه يعني موفره شويه، نحاول ان احنا نوفر فيها على قد ما نقدر. ده اللي احنا هنعمله في الفيديو ده ان شاء الله، هنحاول نوفر فيها على قد ما نقدر في كل حاجه. هيفرق معاكي قوي الفيديو ده ان شاء الله، لما تيجي تعمل بيتزا يعني هتحسي بتوفير كتير. بصوا بقى، انا هعمل نص كيلو دقيق وكوبايه، طبعا اعملي الكميه اللي انت عايزاها، لكن الكميه اللي معايا دلوقتي دي هي نص كيلو دقيق وكوبايه، يعني جبت نص كيلو دقيق وبعد كده زودت على نص كيلو كوبايه. فضيت النص كيلو دقيق في الطبق، ودلوقتي جبت كوبايه فيها يعني مليها لحد نصها كده ميه دافيه، وجبت كيس خميره فوريه، ونص معلقه ملح، نص معلقه سكر، ومعلقه بهارات. يعني انا عندي بهارات فلفل اسود على كمون على كزبره، انا طحنه الثلاثه مع بعض وعاملاهم يعني زي خليط كده، كل ما باجي بقى اعمل اكله او حاجه بروح واخده منهم معلقه كده على حسب طبعا كميه الاكله. فانا جبت اول حاجه، مش هنحط السكر، مش هنحط الزيت، مش هنحط الملح على العجينه كده زي ما هما والخميره، لا كده مش هيدوبوا، انا عايزاهم في كوبايه لوحدهم كده على جنب. مليت الكوبايه لنصها ميه، ورحت حاطه الخميره، كيس خميره، ونص معلقه صغيره ملح، نص معلقه صغيره سكر، والبهارات معلقه صغيره من البهارات. طبعا انت مش عامله خليط البهارات ده على بعضه، فهتحطي رشه من فلفل اسود، رشه كمون، رشه كزبره، ورحت مدوباهم مع بعض كويس قوي. اتاكدت ان كل المكونات دي بقى دابت مع بعض في الميه الدافيه دي، ورحت صباها على الدقيق، وفضلت بقى اعجن شويه. بعد كده زودت كمان نص كوبايه زيت على نص كيلو دقيق، والكوبايه اللي انا حطاها دي يبقى حطيت نص كوبايه زيت، يعني زي 3 معالق كبار كده زيت. وهفضل بقى اعجن فيها شويه، ومعايا بقى كوبايه ميه، هفضل بقى ازود شويه بشويه. طبعا ما تستعجليش وما تحطيش الميه كلها مره واحده، احنا بنحط شويه بشويه عشان العجينه الميه ما تزيدش فيها قوي، فما نبقاش عارفين نعمل ايه، او يعني مش عارفين نعمل ايه، اكيد ساعتها هنزود دقيق، بس يعني خلينا ايه كده في السالك احسن خلينا في المضمون، يعني احنا نحط ميه شويه بشويه ونشوف احتاجت ملمسها معانا، حسينا ان ملمسها لا يعني ناشف كده، فده معنى ان هي محتاجه ميه، هنزود لها كمان شويه ميه. خلاص، وهفضل بقى اعجن. طبعا ما تفتكريش من الاول، يعني ما تحاوليش ان انت تسرعي وتحطي ميه كتير في الاول، علشان يعني وتفتكري ان هي كده لسه عايزه ميه، يعني لا، في الاول هي كده بتبقى انت فاكره ان هي العجينه ناشفه وعايزه ميه، بس لما بتفضلي تعجني فيها شويه بتلاقيها لا، لمت معاكي وما بقتش عايزه ميه ولا حاجه. فيعني طولي بالك بس في العجن، هي بتاخد شويه مجهود في العجن كده، لو ما عندكيش عجان فهتتعبي شويه، خصوصا كل ما كميه الدقيق زادت كل ما بتنهجي وانت بتعملي. بس معلش بقى، يعني جبنا كل المكونات، اكيد مش هنيجي بقى على المجهود هنفضل بقى نعجن فيها كده شويه لحد ما تلم زي ما انتوا شايفين كده، ما بقتش بتلزق في الطبق، يعني ما بقاش فيه فتافيت كده لازقه في الطبق. اول ما نلاقي العجينه كلها لمت كده معايا، ما بقتش بتلزق، يبقى خلاص كده احنا وصلنا يعني المرحله الاهم، يعني خلاص هي كده مش محتاجه عجن تاني. هنركنها بقى على جنب، هنغطيها ونركنها على جنب لمده ساعه، في الصيف والحر النار لمده ساعه هتختمر لحد ما تزداد كده الضعف وتبقى هشه معانا كده. هوريها لكم تبقى عامله ازاي. لو في الشتاء فبتحتاج الوقت الضعف، يعني في الصيف ساعه، في الشتاء هتاخد لها مثلا ساعتين. بس نركنها بقى دلوقتي على جنب لحد ما تختمر. وجينا بقى دلوقتي على النار، جبت حله حطيت فيها شويه زيت كتار كده حلوين، ونزلت ببصلايه. اول ما دبلت وخدت اللون ده معايا، اللون الذهبي ده، هنزل عليها بقى ايه بالصلصه. احنا دلوقتي بنعمل صلصه البيتزا. انا بقى بعمل صلصه البيتزا بصراحه زي اي صلصه يعني لاي اكله، ما بحبش افتكس فيها قوي او اعملها صلصه مختلفه يعني عن بقيه الاكل، ولا بحط زعتر ولا بحط ولا روزماري بقى ولا الحاجات دي. انا ما بحبش طعم الحاجات دي في الاكل بصراحه. انا بحب احط لها التوابل العاديه البسيطه بتاعتنا دي، اللي هي فلفل اسود، كمون، الحاجات اللي احنا عارفينها، يعني ما بحبش فيها طعم غريب. وانا التوابل التانية اللي هي الزعتر والروزماري والحاجات دي بالنسبه لي حاجات طعمها غريب فبصراحه ما بحطهاش. طبعا اختياري، عايزين تحطوها حطوها.
البصلايه اول ما خدت لون رحت نازله عليها بمعلقتين صلصه كده عشان تتقل الصلصه معايا، وبعد كده حطيت عليها كيلو الا ربع طماطم مضروبه في الخلاط، وهحطها اغطيها بقى واسيبها لحد ما تغلي كده وتتسبك وقوامها يتقل. خلصنا من الصلصه، نيجي بقى دلوقتي نشوف العجينه. شايفين العجينه بعد ما اختمرت بقت عامله ازاي؟ طريه خالص، علت طبعا، زادت قوي. شايفين ملمسها بقى عامل ازاي؟ حتى وانا بدوس فيها بعد ما اختمرت ما بتلزقش في ايديا. هنيجي بقى دلوقتي نجيب صينيه علشان نفرد العجينه. انا بقى ما فردتش عجينه البيتزا ولا بنشابه ولا اي حاجه، انا مش شايفه ان هو يعني شرط خالص نشابه. عايزه انت تعمليها بالنشابه اللي هي بتفرد العجين عادي براحتك، لكن انا العجينه الحمد لله يعني معايا بتبقى طريه، مش محتاجه خالص، ما بتتعبنيش ان انا يعني اجيب لها نشابه او حاجه. هي بتتفرد معايا بسهوله خالص، مجرد ما بمشي ايدي عليها كده خلاص هي بتتفرد. جبت صينيه ودهنها زيت، الصينيه دي مدهونه زيت، وايديا كمان مدهونه زيت خلاص عشان العجينه برضو ما تلزقش في ايديا، مع ان والله حتى لو ما دهنتيش برضو مش هتلزق، بس يعني كده ايه عشان تمشي معاكي، بتتفرد وتمشي معاكي بسهوله في الصينيه. وببتدي بقى بايديا كده افرد من جوه لبره، من جوه لبره، يعني بطلع العجينه بسحب يعني بايديا من النص كده لبره، للجوانب لبره، بفضل اسحب شويه من جوه لبره، وبعد كده بدوس على الاطراف اللي هي طلعت بره دي، بس بدوس على الاطراف كده بايديا لانها خلاص بتبقى تخنت كده، فبدوس عليها بايديا وابططها كده، وارجع تاني اسحب من جوه لبره. فاهمين؟ طبعا ببقى يعني مخليه عندي نظر كده ان انا يعني ابقى حاسه بايدي كده ان العجينه ما تبقاش، ان انا ما افضلش ادوس قوي في النص بحيث ان هي ما تتقطعش معايا من النص، فافضل اعمل من جوه لبره، وانا حاسه بايديا ان العجينه من تحت ايدي كلها سوا واحد. خلاص بتتفرد معايا والله العظيم بسهوله، طالما خمرانه كويس مش هتتعبك خالص في الفرد، ولا هتحتاجي النشابه ولا حاجه. نيجي بقى دلوقتي عند الصلصه. خلاص طبعا اتسبكت معايا. انا ما بحطش البهارات في الاول، انا بحب بصراحه لاي صلصه استناها لحد ما تتسبك وتتقل معايا خالص، واروح بقى احط لها البهارات والملح واظبطها في الاخر. انا حطيت ايه نفس غلطه البهارات اللي حطيناها للعجينه، هي اللي هحطها للصلصه، مع فلفل اسود، كمون، كزبره، طحنه برضو الثلاثه مع بعض، وبروح واخده منهم معلقه كبيره على الصلصه. طبعا لو انت مش عامله الموضوع ده، يعني مش عامله خلطه البهارات، فهتاخدي نص معلقه ملح، نص معلقه قصدي فلفل اسود، كمون، نص معلقه يعني من كل حاجه، وكزبره، وتحطيها. وظبطت لها طبعا الملح وسبتها تغلي كمان يعني حوالي دقيقتين بس ولا 3 دقايق بعد ما حطينا البهارات بس تطلع ريحتها في الصلصه. وبس كده بعد ال3 دقايق بتلاقي شكل الصلصه روعه زي ما انت شايفاها كده، طعمها لذيذ يعني، وطعمها مش غريب علينا. فاهمين؟ ولا فيها ولا زعتر ولا روزماري ولا الحاجات اللي بحس ان هي بتودي الاكل بتاعنا اللي احنا عارفينه في حته تانية ده يعني. لا طبعا براحتكم برضو، اللي بيحب طعم حاجه يحطها، لكن انا بحب طعمها بسيط كده. الصلصه بتبقى تقيله، حاولي على قد ما تقدري وانت بتضربي الطماطم في الخلاط انك تنعنيها قوي، تفرمي الطماطم قوي علشان ما يبقاش فيها حتت كده. صلصه البيتزا بتبقى يعني على قد ما تقدري بتبقى بتنعميها، يعني بتبقى عامله زي الكاتشب كده، هي بتبقى حلوه كده، فافرميها في الخلاط وسبكيها قوي على النار. بس نيجي بقى دلوقتي الفلفل الالوان. انا بحب يا جماعه اتبل كل حاجه في البيتزا من اول العجينه لحد الفلفل اللي هنحطه على الوش، يعني حتى العجينه حطينا لها شويه بهارات كده عشان طعم العجينه نفسه ما يبقاش دلع كده، ما تبقاش طعمها مش حلو، لا حتى العجينه نفسها يبقى ليها طعم. بصوا الاول انا عايزه اوريكم اللحمه المفرومه ده يا جماعه، ربع كيلو لحمه مفرومه. شايفين الكميه قد ايه؟ يعني انا ما عملتش الفيديو ده معاكم، او يعني ما حطيتش المقطع ده معاكم، لان انا مقطع اللحمه المفرومه ده انا عامله له فيديو لوحده، هسيبه لكم تحت في صندوق الوصف. لو عايزين تعرفوا ازاي من ربع كيلو لحمه مفرومه تحولوها كيلو زي ما انتم شايفينها كده في الطبق ده، اقسم بالله ربع كيلو، بس ربع كيلو لحمه مفرومه زودناها وخليناها كيلو. وكمان شايفين بقى شكلها جوسي ازاي. انا بعشق اللحمه المفرومه تكون كده، سواء هحطها لاي حاجه، جلاش، مكرونه بشاميل، بيتزا، اي حاجه بعمل لها لحمه مفرومه بحبها كده طريه. ما بحبهاش اللحمه المفرومه اللي هي بتبقى مخرزه دي، او اللي هي محصيه كده، تحسوا ان اللحمه المفرومه ناشفه قوي ما فيهاش اي صوص كده. لا انا ما بحب، ما بتبقاش لذيذه، ما بيبقاش ليها طعم مسكر كده. انا بحبها كده طريه، فيها ميه كده، وطبعا مش كتير عشان ما تبلش معانا الحاجه او تبوظها. فلو عايزين تشوفوا يعني فيديو اللحمه المفرومه ده هسيبه لكم تحت في صندوق الوصف. ده كمان يعني اللي هو من باب التوفير اهو، ازاي ربع كيلو لحمه مفرومه هتخليه كيلو، فبالتالي تعملي كذا بيتزايه بقى. طبعا دي اهم خطوه، لان اللحمه هي اهم حاجه او اغلى حاجه يعني في البيتزا. نيجي بقى دلوقتي زي ما قلت لكم ان انا بحب اتبل كل حاجه. انا جبت الفلفل الالوان، فلفل الوان احمر واصفر واخضر،
قطعت الثلاثه مع بعض التقطيعه اللي انت تحبيها. انا بحب التقطيعه دي فقطعته بالشكل ده اللي هو يعني جوانح كده. ورحت حاطه عليهم برضو البهارات اللي انا حطاها، هي البهارات واحده اللي هنستخدمها في كل البيتزا. البهارات اللي انا حطاها حطيت عليها زي نص معلقه صغيره كده من البهارات وشويه ونص معلقه ملح برضو، وقلبتهم مع بعض بحيث ان الفلفل لما نيجي نحطه على البيتزا يبقى متبل برضو وليه طعم حلو، يعني ما يبقاش دلع البيتزا من فوق، ما تبقاش المكونات اللي عليها من فوق دي دلعه، لا يبقى حتى الفلفل ليه طعم متحبش ومتبهر كده. حطيت بقى الفلفل وحطيت برضو شويه فلفل الوان، شويه بتاع ده زيتون اسود على الوش مخلي طبعا. دول ب10 جنيه زيتون والله. هعمل منهم اهو يلمان بيتزا دلوقتي. ما تكتريش يعني، احنا بنحط من كل حاجه كميات بسيطه بحيث ان هي تدي طعم وبرضو ما نبقاش جينا على نفسنا وصرفنا كتير، فاهمين قصدي؟ بس حطيت بقى طبعا اسمه ايه ده الزيتون على الوش وركناها على جنب. هنيجي بقى دلوقتي نعمل بيتزايه بالتونه. انا جوزي بيحب التونه، هو بقى غني ملناش دعوه، هو بيجيب علبه التونه على حسابه، والله العظيم ما بجيبها له. انا بعمل بيتزا باللحمه المفرومه، عايز تاكلها معانا كده اهلا وسهلا، مش عايز هات التونه على حسابك. هو بقى بيجيب علبه التونه على حسابه، لان دلوقتي اقل علبه تونه اقل علبه ب45 جنيه. يعني انتي مش هينفع ان انتي تروحي تجيبي علبه تونه مثلا مفتته او اللي هي بيبقى لونها غامق، دي مش هينفع، لان صراحه بيبقى طعمها وحش قوي في البيتزا. فما تسترخصيش بالذات في البيتزا، لو هتعمليها بالتونه ما تسترخصيش وتجيبي تونه نوع مش حلو، لا يعني معلش هاتيها، خليه هو يجيبها على حسابه بس هاتيها بقى نوعها حلو اللي هي القطع الفاتحه دي. لان البيتزا لما التونه بتاعتها بتبقى مش حلوه او النوع مش حلو بتبقى باينه قوي، بتبقى زفره جامد بتبوظ لك كل البيتزايه وبتندمي والله في الاخر، لاني جربت وطلعت وحشه وما عجبتنيش. خلاص عملت طبعا البيتزا اللي هي بالتونه نفس الطريقه. رشينا الفلفل الالوان والتونه في الاول، الصلصه طبعا بتبقى في اول حاجه اول طبقه، وبعد كده الفلفل الالوان قصدي بعد كده التونه او اللحمه المفرومه، وبعد كده الفلفل الالوان، بعد كده الزيتون. كام زيتونيه كده ما تكتريش، صراحه الزيتون بيفرق قوي في طعمه وبيدي طعم حلو. نيجي بقى دلوقتي للميني بيتزا. يعني انا بحب اعمل لاولادي كده كام وحدايه كده يعني على جنب في صينيه لوحدهم، كام واحده كده صغيرين يعني بيفرحوا بيهم والله، يعني هم بيحبوا كده. وبروح بقى احط لهم شويه جبنه كده على الوش. الجبنه رومي برضو والله انا كنت جايبه، ايوه ب10 والله كنت جايبه ب10 برضو. بتفتفتيها الجبنه رومي، مش بتحطيها قطع كده زي ما هي، لا انت بتفتفتيها كده، او يعني لو انت جايباها مثلا قطع على بعضها بتبشريها. شايفين كميه اللحمه المفرومه يا جماعه اللي فايضه مني قد ايه؟ عملنا قد ايه كميات بيتزا منها؟ انا عامله كل البيتزا باللحمه المفرومه، مفيش الا هي صينيه واحده اللي عملناها بالتونه. شايفين فاض منها قد ايه؟ عايزه اقول لكم ان الربع كيلو ده اللحمه المفرومه ده اقسم بالله ان انا عملت منه 3 اكلات على 3 ايام. ادي البيتزا وفي اكلتين تانيين، شوفوا الفيديو وانتوا هتعرفوا. رحت بقى دلوقتي عملت لهم اللي هي الميني بيتزا، وحطيت الجبنه. انا كنت جايبه جبنه رومي. انا بقى ما هحطش صراحه جبن كتير ولا جبنه شيدر على الوش ولا موتزاريلا، مش هحط انا الكلام ده. هما شويه جبنه رومي على الوش يدولها بس طعم كده وريحه حلوه، وكمان قليلين، وخلاص الحمد لله على كده عملنا بيتزا والله العظيم. وفي الاخر طعمها اقسم بالله كان روعه، مش مستاهله يعني ان احنا نغرقها جبن من على الوش. كل واحد يمشي على قده يا جماعه، مش لازم يعني نعمل زي ما بنشوف في الفيديوهات جيب بيتزا غرقانه جبن من على الوش ودنيا، مش لازم. احنا في الاخر فرحنا وفرحنا العيال وعملنا لهم اللي احنا عايزينه، بدل ما نروح نجيبها جاهزه من بره غاليه وملهاش اي طعم ولا ليها اي لازمه ومش عارفين معموله ازاي. في الاخر كلنا البيتزا برضو وفرحنا والله العظيم، وطعمها اقسم بالله جميل، مش ناقصها اي حاجه يعني غير ان احنا قللنا الجبن وكترنا في اللحمه المفرومه، زودنا الكميه بتاعتها. وعايزه اقول لكم ان اقسم بالله اللحمه المفرومه بالطريقه دي احلى من ان احنا ما نكترهاش، فاهمين؟ يعني انت لو ما كترتيهاش طعمها مش بيبقى حلو زي دي كده. الحاجات اللي احنا بنزود اللحمه المفرومه بيها بتخلي طعم اللحمه احلى بكتير والله العظيم، واظن باين من شكلها يعني. حطيت بقى البيتزا في الفرن على نار عاليه خالص، بتعلي الفرن على الاخر وبتسيبيها لمده يعني من 10 دقايق لربع ساعه، هي ما بتاخدش وقت، ما بتولعيش الشوايه، هي النار من تحت بس، وتسيبيها لمده ربع ساعه وبعد كده بتنزليها. شايفين بقى شكلها تحفه اقسم بالله. بس كده خلص الفيديو، يا رب تكونوا استفدتوا منه، اشوفكم على خير ان شاء الله. معلش نسيت اقول لكم على حاجه، لو عايزين البيتزا تكون طريه يعني تكون طريه قوي كده في ايديكم وانتوا بتاكلوها، اول ما تخرجوها من الفرن وهي لسه سخنه نار تروحوا مغطيينها بحاجه وتسيبوها مثلا لمده 10 دقايق، هتعروها بعد كده تلاقوها بقى طريه، مش يعني ناشفه سنه زي دي، لان دي انا بوريها لكم وهي لسه سخنه طالعه حالا من الفرن. لكن انتوا لو عايزينها طريه اول ما تطلعوها غطوها، هتبقى طريه قوي معاكم. بس السلام عليكم.